طبعا نحن اليوم جينا زي كل يوم، بس في البداية يعني واجهتنا صعوبات، ومع ذلك دخلنا الحمد لله وقلنا كلمتنا ورفعنا صوتنا. المعاناة هذه اللي بعدين ما يختلفش عليها اثنين، لا حرمة ولا رجال، لا صغير ولا كبير. معاناة الشعب كله مطحون، لا رواتب، لا مي، لا كهرباء، لا تعليم. الشعب مش بالهاوية، الشعب مش قطع على الحل، دخل بالهاوية. خلاص قد نحن من الوحل، الذي هو معه قليل بس يقوم ويرجع. لا متى هذا الكلام، لا متى بنعيش هكذا. نحن نشتري قال والدينا المعاناة هذه يقوموا بالبلاد، قلبهم على البلاد، يشتوا يعملوا للبلاد مش لجيوبهم، لحاشيتهم، أولادهم، أهاليهم. نحن ما نشتيش هذا الكلام. كفاية شبعنا شعارات أوهام زائفة كلها بالخيال. شبعونا احنا بالشعارات. عدن تعانق دبي، عدن ما تعانق للجوع والفقر والفساد والتجهيل. جهلوا عيالنا علشان ما نقدرش نقول كلمة. التجهيل أساس خراب الأمة. ليش تنهض بأمة؟ حارب بالعلم. جهلونا احنا تماما، شعب العلن الراقي المثقف. احنا أكاديميين، معانا بكالوريوس، مش قادرين نشتغل، نكتب، ندخل بحالات نفسية. خلاص نموت نحن وعيالنا بس نسكت. أهم شيء يعيشوا، أهم شيء المرتزقين يعيشوا عشان الفلوس بس يقلق جيوبهم. ونحن لنا الله وكيلنا، لا خلوا حسبنا ونعم الوكيل. بحق هذه الأيام، بحق هذه العشر، والله لا ندعي عليهم الشعب كامل، ويتحسبن عليهم الشعب كامل، وبتقوم لنا قائمة وندعي عليهم وقفة عرفة، لأنه نحن على حق، وكل الناس دارين نحن على حق. قومي وخرجي صوتك جنب صوتي، كل كلمة ويد واحدة، كل واحدة عايشة تفرق للثانية وتجيب لها حقها. لا، الثورة البلاد هذه تشي ناس تغيرها، تعرف كيف تغيرها. أنا هذا قولي لا.